صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. صلوا على اللي هيشفع فينا لما بنصلي على نبينا، بيصلي بيها الله علينا. احلى مسا واحلى تحيه على احلى مشتركين في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير. حلقه جديده معاكم النهارده ان شاء الله. طب عليا ضيف فجاه حبيت اعمل له حاجه حلوه سهله جدا وسريعه. هنعمل مع بعض كيك بالشوكولاته بطريقه سهله جدا وبسيطه. اتمنى طبعا الحلقه بتاعتنا تعجبكم جدا وبرحب بيكم، ويلا بينا على بركه الله نشوف الطريقه والمكونات. وبتمنى لكم دايما مشاهده ممتعه، وما تنسونيش باللايك من ايديكم الحلوه. اول حاجه يا حبايبي في الطبق بتاعنا نزلت باربع بيضات، هنزل فوقيهم بنص كوبايه من الزيت بسم الله، وكمان معايا رشه من الفانيليا، رشه بسيطه فانيليا، وكمان معايا كوبايه ونص من السكر. واول حاجه هعملها ان هضرب السكر والبيض والفانيليا والزيت مع بعض كويس جدا بسم الله. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما ضربتهم كويس جدا معايا كوبايه من الحليب، جاهزين بقى ان احنا ننزل بيها. لو حابه تشتغلي بالمضرب اليدوي او بالخلاط عادي مفيش اي مشاكل خالص. كوبايه من الحليب، وهضرب تاني لما كل المكونات تدخل مع بعض بسم الله. وكده المكونات السائله بتاعتنا جاهزه. دلوقتي نجهز المكونات الجافه. جهزت طبق وهحط عليه مصفى علشان انخل المكونات الجافه، دي مهمه جدا جدا لنجاح وارتفاع الكيك. اول حاجه معايا نص كوبايه من الكاكاو الخام، ده بنجيبه من اي محل بيبيع مستلزمات الحلويات. هاخد عليهم كوبايتين ونص من الدقيق، والاهم من ده كله مولعه الفرن قبل ما اشتغل في اي حاجه. كده ضفنا نص كوبايه من الكاكاو الخام وكوبايتين ونص من الدقيق، وكمان هضيف كيس بيكنج باودر. الكيس ده يا جماعه وزنه 23 جرام. هضيف عليهم رشه ملح، رشه بسيطه من الملح، وهبدا انخل المكونات مع بعض ديت بسم الله. زي ما اتفقنا النخل ده يا جماعه بيخلي الكيك بتاعك هش. ودلوقتي هنقلبهم مع بعض، ودلوقتي جاهزين ان احنا ننزل بالخليط السائل اللي معانا بسم الله. هقلب بقى كويس جدا وهنزل بكل الخليط. وادي يا حبيبي الخليط بتاعنا بدأ ان هو يتماسك معانا وكل المكونات تدخل في بعض. على فكرة حاجة مهمة جدا، دي نوع الكاكاو مهم جدا جدا في طعم الكيك، بيفرق جدا. كل ما يكون نوع الكاكاو انضف كل ما تاخدي كيك طعمه احلى واحلى كتير. المكونات بتاعتنا جاهزة بقى ان احنا نضيفها في الصينية. ده القوام ما شاء الله ممتاز جدا جدا، وفي صينية مدهونة بالزيت. هدهنها كويس من القاع وكمان من الجوانب. هننزل بالخليط بتاعنا بسم الله. شايفين الجمال؟ وعلشان نزيد بقى الكيكه بتاعتنا حلاوه اكتر واكتر، حاجه بسيطه كده من الشوكولاته الشيبس البني. يا سلام بقى.
هندخل الصينيه بتاعتنا الفرن على درجه حراره 170 على الرف اللي في النص، مولعين النار تحت بس، و25 دقيقه بالظبط وهتكون الكيكه بتاعتنا جاهزه ان احنا نشوفها ونقدمها مع بعض لضيفنا ان شاء الله. ودلوقتي جاهزين يا حبايبي نطلع احلى كيك من الفرن. بسم الله. كيك هيشرفك. ودلوقتي هنقطعها. بسم الله. هشة وطرية وحاجة ممتازة جدا، والريحة بقى ما اقولكوش، ريحة الشوكولاتة مع ريحة الكاكاو حاجة تفتح النفس. وهخرج قطعة معاكم بقى نشوف قد ايه الكيكة بتاعتنا هشة ومنفوشة وكمان طرية وممتازة جدا. بسم الله. شايفين الجمال؟ شايفين؟ هو بقى ده الحل لو جالك ضيف فجأة تعملي الكيك بالطريقة ديت، احلى كيك هيعجبك جدا ويعجب ضيوفك جدا. ودي كانت حلقتي معاكم، اتمنى طبعا ان هي تعجبكم، وما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب لو بتشوفوا القناة بتاعتنا لأول مرة، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم.